أن هناك أعمال صالحة تلحق العبد بعد موته وهو في قبره. الكثير من الناس عندما يموت أحد أقاربهم، آبائهم أو أمهاتهم أو زوجاتهم أو أحد فلذات أكبادهم، إذا بهم يقوموا بعمل ما يسمى بالولائم أو بالملاحيق التي يلحقونها الميت بعد موته، كأن يخسروا الملايين في ذباحة الأثوار والأغنام وعمل الولائم الكبيرة وما شابه ذلك، مع أن هذه الأعمال ما أنزل الله بها من سلطان. النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا أن نقف مع أهل الموت، أن نقف مع أهل الموت عندما يموت أحد أقاربهم، نقوم بمساعدتهم وبمد يد العون لهم، كأن نصنع لهم طعام كما أمر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. عندما مات جعفر قال للصحابة: اصنعوا لآل جعفر طعام، فدعاهم وأمرهم بأن يتعاونوا مع أهل الميت. أما هذه الأعمال كما سمعتم ما أنزل الله بها من سلطان. فالكثير من الناس عندما يفقد أحد أقاربه يمر بحزن عميق وكبير، وإلى جانب ذلك يضطر أن يبيع كل ما يمتلك ليقوم بهذه الأعمال التي ما أنزل الله بها من سلطان، بما يسمى بالملاحيق وبالولائم. النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بقوله: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ظهرت في بلادنا في هذه الأيام وهذه الأشهر الماضية مبادرات مجتمعية تفيد العبد بعد موته، كرص الطرق، وكذلك الإنفاق على بناء المساجد وأعمال الخير. هذه الأعمال هي التي تصل للعبد بعد موته وهو في قبره. أما بقية الأعمال التي كما سمعتم هذه لا تفيد الميت بشيء، إلا أن تكون صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، كمن يبني مسجدا، أو يزرع نخلا، أو يجري نهرا، أو يورث مصحفا، أو يربي ولدا صالحا لكي يدعو له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع الأهل والمال ويبقى العمل. ونسأل المولى تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام.